السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا فيديو النهاردة على طريقة ندى بنت حمدي وفاء. انا شفت الفيديو بتاعها امبارح وقلت اجرب. بصراحة اليوم النهاردة كان شعبي، فقلت ايه اجرب كده جنب منه طريقة البتنجان القوارب اللي عملتها دي باللحمة المفرومة والجبنة. طلعت جميلة، بس طلعت حلوة قوي. فكرة حلوة يعني جديدة، بس انا عملت بقى شوية تغييرات كده. شلت البتاع اللي من ورا دي، اللي هي بتاعت البتنجان، ما خليتهاش. وكمان الصوص اللي كانت عاملاه الاحمر انا ما عملتوش، لاني لقيتها في الاخر قدمتها من غير الصوص. يعني الصوص ما كانش ليه اي لازمه، ولا ترش فوق منها ولا اي حاجه يعني. فطبعا معانا البتنجان بتاعنا كده، وفرشت ورق الزبده في الصينيه بتاعتنا. وابتديت بقى ايه اقطع البتنجان، اقسم البتنجانيه بالنص كده، وابدا ايه اجهزها عشان خاطر احطها في الفرن. فطار النهارده طبعا كان موجود عندنا اكل في التلاجة من قبل كده، فاحنا مش هيترمى يعني. لو هنعمل سلطة عليه عملنا سلطة، مثلا عملنا البتنجان ده تمام. يعني بنعمل شوية حاجات كده ايه، ماشي. شعبي كده جنب اللي عندنا يعني، حاجة تأكل كده بمعنى صح. رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين. اكيد مش كل يوم هيبقى لحم، اكيد مش كل يوم هيبقى مثلا لحمة فراخ مفروم او الكلام ده كله. لا، بيبقى فيه ايام عادية برضه زيها زي اي يوم يعني. زيها زي اي حاجة. لازم هنوفر وندبر وهنمشي امورنا وسبحان الله يعني، رغم ان بيبقى مثلا اكل شعبي او كده، لكن بيبقى فيه بركة والله. وبتبقى الطبلية ما شاء الله مليانة يعني، من كذا صنف، بتبقي مش عارفة تاكلي ايه ولا ايه. تمام. فانا طبعا اخدت البتنجان كده وابتديت اظبطه. هنا بعد ما خلصته فتحت كده شقته في النص كده بالسكينة، وابتديت بقى بالزيت ادهن الوش بتاعه. وكنت مسخنه الفرن طبعا وحطيته ايه فيها، بس ما حطيتوش تحت الشوايه على طول. طبعا انا حطيته من تحت وسبته بقى ايه مده لحد ما حسيت ان البتنجان استوى كده، اتشوى يعني. وبعد كده طلعته على الشوايه من فوق، اخد لون. كان حلو والله، كان جميل يعني، فكرته حلوه. تمام. وهي تغيير يعني ان احنا بدل ما ناكل بتنجان مقلي. تمام. وبعدين الميزه فيه ان اي كميه لحمه تقدري تعمليها، يعني اي حته لحمه موجوده عندك مفروم هتزودي عليها الاضافات الباقيه دي، تمام، في العصاج بتاعها، وهتمشي الدنيا معاكي. هنا نزلت بمعلقتين من الزيت، وهبتدي بقى ايه اعمل العصاج بتاع اللحمه بتاع البتنجان. معايا بصوا ربع كده لحمه مفرومه، او اقل من الربع كمان يعني. هنزل بيه على الزيت بتاعي. كانت مجمدة بقى شوية، واستنيتها ايه اتظبطت كده مع السخونية. ونزلت بقى عليها اول ما بدأت تغير لونها، نزلت عليها ببصلاية بقى متقطعة مكعبات. وفضلت اقلب فيها بقى ايه علشان خاطر البصل بتاعي يدبل ويبقى حلو. اول ما بدأ يدبل نزلت عليها بالبهارات، ملح وفلفل وكمون وسبع بهارات، واهم حاجة الفلفل الاسود طبعا، والكمون. وكنت محضرة معايا بقى هنا الخضار اللي انا هزوده عليها، يعني قلبت فيها شوية. وبعد كده كنت محضرة معايا الخضار اللي انا هنزل بيه على اللحمة المفرومة. معايا هنا طبعا فلفل الوان احمر، وطماطمايه متقطعة مكعبات، وفلفل الوان اصفر. الفلفل الاصفر ده بديل الذرة اللي هي حطيته، انا ما عنديش ذرة، فلقيت عندي فلفل اصفر، قلت بقى يلا خلاص يغير اللون يعني، يدي اللون الاصفر برضه، ما فيش مشكلة، هنمشي نفسنا باي حاجة موجودة في البيت يعني. تمام. وقلبت الخضار كويس كده وسبته يعني على النار شوية، وبعدين ايه طفيت من عليه. هنا الصينية بعد ما طلعت بقى من الفرن، بصوا هبدأ بالشوكة اهو البتنجان استوى. بالشوكة هعملها كده، وابدأ بقى ايه علشان احشيها. بس يا ولا بس. ده قرد صغير. بس يا روبان.
بعد ما عملناها بالشوكة هننزل بقى بالحشو ونبدأ نحشي البتنجان بتاعنا. احلى حاجة فيه ان هو مش صعب، سهل ان انتي تعمليه بسرعة وكده. تمام. ويبقى جنب الاكل يعني. كمان بصوا لما بنقلي البتنجان ماشي بيشرب زيت كتير، لكن ده تحسي لا ما شاء الله جميل يعني، فاهمة؟ خفيف. هنبتدي نحط الحشو بقى على البتنجان كله كده ونظبطه. تمام. ونجهز الجبن بتاعتنا بقى. وتسلم ايدك يا ندى، بصراحة جربنا الوصفة بتاعتك اهو وطلعت حلوة لذيذة. والله تسلم ايديها وهي حلوة. تعرفين حمدي وفاء ادخلوا على قناتهم كلها هتلاقوا كل الفيديوهات. روفان بتحبهم جدا يا جماعة، بتحب ندى قوي 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 يعني. عشان هي عاملة يوميات وبتحب النوتيلا زي انا بحب النوتيلا اكتر منها اصلا. قولي لهم بقى عاملين ايه. عاملين ايه؟ تعرفين مسمين مسميه مسمين نفسها ايه؟ مسمي نفسها ندى نوتيلا. ندى النوتيلا. بتحب النوتيلا خالص. يلا يا روفان نوتيلا. قول لهم حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، ما تنسوش بقى ايه. ده اهو بيقول لكم حطوا لايك. ريان بيقول لكم حطوا لايك. قول لهم حطوا لايك. يلا قول لهم حطوا لايك. يلا اهو قال لكم حطوا لايك. هنا بقى جبنه كان عندي تشكيله جبن موتزاريلا على جبنه تركي. حطوا لايك واشتركوا في القناه متزعلوهاش. عندي تشكيله جبن موتزاريلا على تركي. تمام. كانت موجوده عندي في الفريزر، طلعتها كده وابتديت بقى ارص على البتنجان وظبطناه ودخلناه بقى الفرن. وخد شويه كده من تحت وبعدين رفعته تحت الشوايه بقى وبدأ ياخد اللون بتاعه. بس ما شاء الله كان جميل جدا يعني. تمام. صحة وهنا على قلبكم، ويا رب تجربوا ان شاء الله ويعجبكم. ما تنسوناش من دعواتكم في رمضان، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. بس طبعا حطينا الموتزاريلا على الصينيه اهو، وهنبدأ ندخلها الفرن تاني. تمام. انا هنا دخلتها الفرن ونسيت ان الكاميرا شغاله. طلعت معانا اهو البتنجان، ما شاء الله طلع جميل جدا والله، ما شاء الله. صحة وهنا على قلبكم. وابتدينا بقى نغرف فطارنا كده. وادي الفطار بتاعنا النهارده، فطار موجود. فطارنا بسيط النهارده وحلو جدا. صحة وهنا على قلبكم، ويا رب ما تنسوش الاشتراك في القناة، ويا رب يعجبكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد.